وأن يحولوا بكل وعي وحزم دون أي خفض لسقف المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه والعودة إلى أرضه. ثانيا، يحذر الاتحاد من استجابة أي دولة عربية أو طرف فلسطيني بما يسمى حل الدولتين الذي تسعى بعض القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة إلى فرضه على الفلسطينيين والعرب والمسلمين. فهذا الحل يصفي الحق الفلسطيني والعربي في فلسطين من خلال التسليم المسبق باغتصاب الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الصهيونية على 78% منها عام 1948، وهو ينهي حق العودة من خلال التعويض والتوطين للفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وأراضيهم. ثالثا، ينبه الاتحاد أمة الإسلام إلى الخطر الداهم الذي يواجهه المسجد الأقصى المبارك بتهديد العصابات الصهيونية المتطرفة بمهاجمته واحتلاله، فضلا عما يجري تحته من حفريات وحوله من تهديدات، تمهيدا لما يبيتونه من نوايا خبيثة تنتهي بهدمه وإقامة هيكله المزعوم على أنقاضه. ويؤكد الاتحاد ما دعت إليه المؤسسات العاملة للقدس في بيانها حول هذا الموضوع من ضرورة حماية المسجد الأقصى الشريف من هذه المؤامرة الصهيونية الجديدة، ويعلن أن هذه الحماية واجب الحكومات والعلماء والشعوب والجمعيات والمؤسسات الإسلامية والإنسانية كافة، بحيث يصبح فرض عين على كل مسلم أن يهب لبذل النفس والنفيس فداء للمسجد الأقصى ودفاعا عنه. ويطالب الاتحاد علماء الأمة ودعاتها ومفكريها ومثقفيها في كل مكان أن يقوموا بواجبهم في تنبيه الأمة إلى هذا الخطر المحدق بالقدس وبالمسجد الأقصى وهذه المحاولات الدائبة للعدوان عليه، وأن يعملوا على تعبئة قوى الأمة لتقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة هذه المؤامرة الصهيونية الشريرة. ويهيب الاتحاد بالدول والهيئات الأوروبية والأمريكية وغيرها أن لا تساند العدوان على حقوق المسلمين ومقدساتهم، وذلك إحقاقا للحق وحرصا على مصالحها وعلاقاتها بالعالم الإسلامي وعملا بحقوق الإنسان التي ينادون بها. رابعا، يؤكد الاتحاد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة تمثل واحدة من أنبل مواقف هذه الأمة في القديم والحديث، وهي ممارسة مشروعة لحق مقاومة الاحتلال الذي يقرره الإسلام وسائر الشرائع الدينية، وتنص عليه كذلك هيئة الأمم المتحدة في قراراتها المتوالية. ومن الواجب على كل مسلم أن يقدم للمقاومة الفلسطينية ما يستطيع من دعم، وهي تستحق التهنئة والثناء على ما أبدته ولا تزال تبديه من ثبات وصمود في مقاومة العدوان والمطالبة بالحقوق والتمسك بالثوابت، وعلى ما تميزت به من وعي عميق واتزان في التعامل مع الآخر وحرص على تجنب أي خلاف يفرق الصف الفلسطيني من الداخل أو الخارج. ويدعو الاتحاد المقاومة وجميع قيادات الشعب الفلسطيني إلى الثبات على هذا الموقف حتى يتحقق النصر والتحرير بإذن الله. وينبه الاتحاد إلى أن الشعب الفلسطيني اليوم ولا سيما في قطاع غزة المصادر المرابط يتعرض لحملة ضارية لتجويعه، فضلا عما يتعرض له منذ سنين بصورة يومية من حملات القتل والاغتيال والهدم والتدمير لأبطاله وشبابه ورجاله ونسائه وأطفاله ومزارعه ومصانعه ومؤسساته وبيوت أفراده. ومن واجب كل مسلم أن يعمل بكل وسيلة ممكنة على فك الحصار الظالم الذي يمنع وصول الغذاء والدواء ومواد البناء إلى شعب غزة، ويقتل أطفاله ونساءه ومرضاه قتلا بطيئا. ويبين الاتحاد حرمة إغلاق المعابر ولا سيما معبر رفح، ويذكر من يشارك فيه من المسلمين بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه.
وهذا الشعب البطل المجاهد المصادر في الرأي الإجماعي لمجلس أمناء الاتحاد يجب إعانته من أموال الزكاة والصدقات والوصايا بالخيرات العامة وغيرها، بل يجب أن يقتطع المسلمون نصيبا من أموالهم الخاصة ومن أقواتهم لدعم إخوانهم في فلسطين. ويذكر الاتحاد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وفي هذا السياق يعلن الاتحاد عن تقديره لجميع الجهود والمحاولات التي يبذلها عدد من المخلصين من أحرار العالم، مؤسسات وأفرادا، ولا سيما تلك القوافل الإنسانية التي حاولت كسر الحصار الظالم برا وبحرا وإيصال الضروريات من غذاء وكساء ودواء ومواد بناء إلى أهلنا في غزة. وفي هذا الصدد لا يفوت الاتحاد التأكيد على موقفه الذي عبر عنه مرارا من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن منهج الاتحاد هو الدفاع عن هذه الحقوق كاملة غير منقوصة، واستعادة الأرض الفلسطينية كاملة غير منقوصة، وأن الحل الذي يطرح بين حين وآخر ويؤكد اليوم عليه من إقامة دولتين يتضمن اعترافا غير جائز شرعا بمشروعية الاحتلال ومشروعية اغتصاب أجزاء غالية عزيزة من أرض فلسطين لا يجوز أن يقره مسلم ولا أن يوافق عليه أحد من العلماء. سادسا، أخذ المجلس علما بما كان للجولة التي قام بها وفد الاتحاد برئاسة سماحة رئيسه على عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية من أثر عظيم على نفوس الشعب الفلسطيني في أثناء الحرب، وكذلك على نفوس القيادات جميعا وعلى العلماء في فلسطين وخارجها. ويشجع المجلس أمثال هذه الزيارات التي تهدف إلى وضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم الشرعية. سابعا، يعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه الشديد واستيائه البالغ مما تشهده باكستان من الأحداث الأليمة والمؤسفة، وهي الدولة الإسلامية النووية المهمة التي يسعى أعداء المسلمين للنيل منها ولإثارة الفوضى والقلاقل فيها حتى تستنزف إمكانياتها، ومن ثم يسهل تنفيذ ما بدا من أفواههم من البغضاء وما تخفيه صدورهم تجاه وجود دولة باكستان. والاتحاد الذي يضع هذه الحقائق في الاعتبار يناشد جميع أفراد الشعب الباكستاني والحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية أن تدرك خطورة الأوضاع وأن يقوم كل بدوره لإخمادنا للفتنة والحيلولة دون تشريد الملايين من المدنيين الأبرياء. ثامنا، تابع الاتحاد بقلق بالغ ما عرضته وسائل الإعلام من هجمة شرسة على المدنيين العزل في تركستان الشرقية وغيرها، نتج عنها وقوع ضحايا قتلى وجرحى بالمئات واعتقال الآلاف من الأبرياء. والاتحاد يدين هذا الاعتداء الغاشم على إخواننا في تركستان وعلى مساجدهم وعلى دورهم، يطالب الحكومة الصينية بالكف فورا عن هذه الممارسات التي تضر بعلاقة الصين التاريخية والتجارية والاقتصادية الحالية بالعالم الإسلامي، ويطالبها بمنح جميع الحقوق المشروعة للمسلمين في الصين، ويطالب حكومات العالم الإسلامي بأن تقوم بواجبها نحو إخواننا في الصين بالضغط على الحكومة الصينية لإيقاف هذه المجازر، كما يطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع بالقيام بواجبها نحو المسلمين المضطهدين في الصين. تاسعا، فوجئ الاتحاد بتجدد الحرب بين الحكومة وبين المسلمين في بعض مناطق جنوب الفلبين مع ما ترتب عليها من تشريد وتهجير ووقوع الضحايا بين المدنيين، بعدما وقعت الاتفاقية القاضية بمنح الحقوق المشروعة والحكم الذاتي للمسلمين في الجنوب. والاتحاد الذي يندد بتجدد الحرب يطالب الحكومة الفلبينية بتنفيذ جميع اتفاقياتها مع الأقلية الإسلامية حفاظا على علاقاتها بالعالم الإسلامي وحقنا للدماء. عاشرا، تابع الاتحاد موضوع الشيخ محمد علي المؤيد ورفيقه محمد محسن زايد اللذين تم استدراجهما للقبض عليهما في ألمانيا، ثم سيقا إلى السجون الأمريكية منذ أكثر من 6 سنوات، ولم تستطع الحكومة الأمريكية السابقة أن تقدم أي دليل قانوني ضدهما، شأنهما في ذلك شأن عدد غير قليل من المسجونين في أمريكا وغوانتنامو.
ولذلك يطالب الاتحاد الإدارة الأمريكية الجديدة بإطلاق سراحهما وغيرهما من المسجونين الذين لم تثبت إدانتهم بأي دليل قانوني معتبر، وبتعويضهم عن الظلم الذي يحيق بهم، كما يطالب منظمات حقوق الإنسان بالسعي الجاد لإطلاق سراحهم جميعا. 11. يتابع الاتحاد